أهلا بيكم في محطتنا الأخيرة، أو خليني أقولها بطريقة صح، دي محطة البداية الحقيقية. اللي وصل معايا للنقطة دي غالبا هو من ضمن فئة قليلة جدا قررت إنها ما تكتفيش بالمعرفة السطحية، وقررت تاخد خطوة حقيقية لقدام. يعني كتير بيسمع لكن قليل قوي اللي بيكمل عشان يفهم ويطبق. فاللي هنعمله النهارده مش مجرد تلخيص، لا، دي تعتبر بداية رحلة مختلفة تماما. هنجمع كل الخيوط اللي اتكلمنا فيها قبل كده عشان نرسم مع بعض الصورة الكاملة، ونشوف ازاي ممكن نحول الأفكار دي لخريطة طريق واضحة. وخلينا نبدأ بالمقولة دي لأنها بتلخص جوهر التحول اللي بنتكلم عنه. توقف عن مطاردة المال وابدأ في التفكير في كيفية جعل المال يعمل من أجلك. الجملة دي يا جماعة هي النقلة النوعية كلها في التفكير. أغلبنا اتربى على فكرة إن عشان تزود دخلك لازم تشتغل أكتر، تبذل مجهود أكبر، تفضل تجري ورا كل فرصة. لكن المعادلة دي ليها سقف. المفهوم الجديد اللي هنبني عليه كل اللي جاي هو إننا نغير العلاقة دي تماما، من علاقة مطاردة متعبة ومرهقة لعلاقة سيطرة وبناء ذكية. تمام، يلا بينا بقى نتعمق أكتر في معنى الانتقال من المطاردة للبناء. الموضوع هنا أعمق بكتير من مجرد إن الواحد يجرب حاجة جديدة أو يغير وظيفته، لا، إحنا بنتكلم عن إعادة برمجة كاملة للعقلية. تخيلوا معايا الفرق بين صياد بيجري ورا فريسته كل يوم عشان ياكل، ومزارع بيبني أرض بتطلع له المحصول كل موسم. الأول مجهوده لحظي ومؤقت، والتاني بيبني نظام مستدام. هو ده بالظبط التحول اللي بنتكلم عنه، من دور الشخص اللي بيستهلك طاقته في الجري ورا الفرص لدور الشخص اللي بيستثمر طاقته في بناء نظام يخلق له هو الفرص دي رحلة تحول حقيقية. والحقيقة لازم تتقال، في عصر المعلومات اللي احنا عايشين فيه الوصول للنقطة دي في حد ذاته إنجاز كبير. أغلب الناس بتغرق في بحر من المحتوى السطحي، بيقروا عناوين ويشوفوا فيديوهات قصيرة، لكن القليل جدا هو اللي بيكمل عشان يفهم بعمق ويربط النقط ببعضها، والأهم يقرر ياخد خطوة فعلية. فمجرد وجودكم هنا واستماعكم للكلام ده معناه إن في التزام حقيقي بالتغيير، وفي رغبة في الخروج من دايرة استهلاك المعرفة لدايرة بناء المستقبل، وده في حد ذاته بيحطكم في مكان مختلف تماما عن الأغلبية. وهنا بتيجي النقطة المحورية، اللحظة اللي بتفرق بين التفكير التقليدي والتفكير الجديد. الكشف الحقيقي في الرحلة دي هو إن الهدف مش مجرد زيادة الدخل، مش إني ألاقي وظيفة بمرتب أعلى أو أشتغل شغل إضافي بالليل، كل دي حلول مؤقتة في نفس اللعبة القديمة. الهدف الحقيقي هو تغيير قواعد اللعبة نفسها. بدل ما أكون مجرد ترس صغير في ماكينة ضخمة بتخدم أهداف حد تاني، إزاي أبدأ أفكر في بناء الماكينة بتاعتي الخاصة اللي بتشتغل علشاني أنا حتى وأنا مش موجود. والسلايد دي بتلخص الفرق ده بشكل عبقري. بصوا معايا على الشمال، دي الطريقة القديمة اللي أغلبنا عايش بيها، معادلة بسيطة، وقت مقابل فلوس. يعني لو عايز فلوس أكتر لازم تشتغل ساعات أكتر. المعادلة دي ليها سقف واضح ومحدود، وهو عدد ساعات اليوم. مستحيل تشتغل أكتر من 24 ساعة. أما بقى على اليمين فده النظام الجديد، بناء الحرية. هنا المعادلة بتتغير تماما، التركيز ما بقاش على بير وقتك، بقى على خلق قيمة أو بناء أصل يقدر يولد دخل بشكل مستمر. زي كاتب عمل كتاب بياخد عليه أرباح سنين، أو مبرمج عمل تطبيق بيجيب له دخل شهري. القيمة اللي بنوها هي اللي بتشتغل بدلهم. وده بيخلينا بالضرورة نعيد تعريف مفهوم الحرية المالية. كتير من الناس فاكرة إنها رقم معين في حساب البنك، 1,000,000 أو 2,000,000 مثلا، ولما يوصلوا له خلاص كده اتحرروا. لكن الحقيقة إن التعريف ده قاصر جدا. الحرية المالية الحقيقية هي نظام متكامل بنعيش بيه كل يوم، نظام بيتطبق على طريقة تفكيرنا قبل أي حاجة، وعلى القرارات الصغيرة اللي بناخدها كل يوم والأفعال اللي بنقوم بيها. لما بتفكر بالنظام ده، الحرية بتتحول لعادة يومية، لأسلوب حياة، مش مجرد هدف بعيد بنجري وراه وخلاص. طيب، بما إننا بنتكلم عن بناء نظام، يبقى لازم نغير نظرتنا لأهم حاجة بنبني بيها، مواردنا. مع العقلية الجديدة دي تعريف كلمة أصل نفسها بيتغير تماما. زمان لما كنا بنقول أصول كان بيجي في بالنا على طول العقارات، الأراضي، الأسهم، حاجات بتحتاج رأس مال كبير عشان الواحد يبدأ فيها. لكن هويتنا الجديدة كأشخاص بيبنوا حريتهم بتعتمد على أصول من نوع مختلف تماما، أصول كلنا بنمتلكها لكن مش كلنا بنعرف نستغلها صح. دي هي الأصول الحقيقية في النظام الجديد اللي بنتكلم عنه. زي ما انتوا شايفين مفيش هنا عقارات ولا ذهب. الأصول هنا هي الوقت، أثمن ما نملك، المحتوى اللي بنقدمه للعالم واللي ممكن يعيش بعدنا، المهارة اللي بنتقنها وبتميزنا عن غيرنا، وأخيراً الثقة اللي بنبنيها مع الناس. كل واحد من الأربعة دول هو حجر أساس في بناء قلعة حريتك. وأجمل حاجة في الأصول دي إنها تحت سيطرتك الكاملة، محدش يقدر ياخدها منك، وتقدر تنميها وتكبرها كل يوم. نبدأ بأهم وأثمن أصل على الإطلاق، الوقت. في النظام القديم الوقت ده سلعة بنبيعها مقابل فلوس، لكن في النظام الجديد الوقت هو رأس المال الأساسي اللي بنستثمره. كلنا عندنا 24 ساعة في اليوم. الفرق بين الشخص اللي بيبني حريته والشخص اللي بيفضل مكانه هو بيعمل إيه بالساعات دي. هل بيستهلكها في تصفح السوشيال ميديا والتلفزيون، ولا بيستثمرها؟ كل ساعة بتقضيها في تعلم مهارة جديدة أو بناء محتوى مفيد أو تطوير فكرة هي استثمار مباشر في بناء نظامك.
طريقة إدارتك لوقتك هي اللي بتحدد سرعة وصولك للحرية. ونيجي للأصل التاني وهو المهارة. لو اعتبرنا الوقت هو رأس المال، فالمهارة هي المحرك اللي بيحول رأس المال ده لقيمة حقيقية. المهارة هي اللي بتميزك، سواء كانت مهارة تقنية زي البرمجة، أو إبداعية زي الكتابة والتصميم، أو حتى مهارة في التواصل مع الناس. محدش بيتولد بمهاراته، كلها مكتسبة، وكل ما استثمرت وقتك في تطوير مهارة معينة كل ما زادت قدرتك على خلق قيمة فريدة ومطلوبة في السوق، وبالتالي بتسرع نمو النظام بتاعك بشكل كبير جدا. ونوصل للأصل الثالث واللي يمكن يكون أهم أصل فيهم كلهم على المدى الطويل، الثقة. السمعة والمصداقية اللي بتبنيها مع جمهورك أو عملائك هي العملة اللي قيمتها بتزيد مع الوقت وما بتخسرش أبدا. الثقة مش بتيجي من إعلان أو بوست، لا، دي بتتبني طوبة طوبة من خلال الصدق والالتزام وتقديم قيمة حقيقية. بناء الثقة بياخد وقت ومجهود، لكن لما بتتبني صح بتتحول لأقوى أصل عندك. الناس بتشتري من اللي بتثق فيه وبتشتغل مع اللي بتثق فيه. الثقة بتفتح أبواب لفرص وتعاون ما كانش ممكن توصلها بأي طريقة تانية. وهنا في نقطة جوهرية لازم نفهمها كويس. الأصول دي، الوقت والمهارة والثقة، مش بتظهر فجأة أو بنلاقيها بالصدفة. دي مش ورقة يا نصيب. عملية بنائها بتحتاج صبر وهدوء ومنهجية، زي اللي بيبني سور طوبة طوبة كل يوم. في الأول ممكن الشغل ما يبانش وممكن تحس إنك مش بتتقدم، لكن مع الاستمرارية كل طوبة بتتحط فوق اللي قبلها، ومع الوقت بيبدأ يظهر قدامك بناء قوي ومتين ومستدام. النتائج هنا تراكمية مش فورية. طيب بعد كل الكلام الحماسي ده خلينا نقف وقفة صراحة مع النفس، لأن الجزء اللي جاي ده هو اللي بيميز بين اللي بيحلم واللي بينفذ. فهم النظام الجديد ده شيء جميل، لكن تطبيقه على أرض الواقع شيء تاني خالص. الطريق ده مش مفروش بالورود، والرحلة دي ليها تحدياتها وصعوباتها اللي لازم نكون صرحاء مع نفسنا ومستعدين ليها من البداية. وده السؤال المليون دولار اللي لازم كل واحد فينا يسأله لنفسه بصدق. بعد ما فهمت كل ده وبدأت أطبق، هل هشوف نتائج بكرة الصبح؟ هل النجاح مضمون وسريع؟ في عصرنا الحالي اللي بيقدس النتائج الفورية، الإجابة على السؤال ده هي اللي بتحدد مين بيكمل ومين بيستسلم بعد أول أسبوعين، لأن توقعاتنا هي اللي بتشكل تجربتنا كلها. والإجابة الصادقة واللي ممكن تكون محبطة للبعض هي لأ. الطريق ده أشبه بماراثون مش سباق 100 متر. الطريق ممكن يكون طويل والنتائج غالبا هتتأخر. هيكون في أيام هتحس فيها إنك بتبذل مجهود كبير ومش شايف أي نتيجة. هيكون في لحظات من الشك والإحباط. الفرق هنا إن الشخص اللي بيجري ورا مكسب سريع ممكن يكسب مرة ويخسر 10، لكن الشخص اللي بيركز على بناء نظام هو اللي بيكسب في النهاية على المدى الطويل. الصبر والاستمرارية هنا مش مجرد كلام، دول هم مفتاح النجاح الفعلي. لكن هنا بقى الخبر الكويس والمكافأة الحقيقية للي فهم اللعبة صح. بمجرد ما العقلية دي بتتزرع جواك وتشوف العالم من خلالها، من المستحيل ترجع تفكر بنفس الطريقة القديمة تاني. عامل زي اللي اتعلم لغة جديدة، فجأة بقى شايف العالم بشكل مختلف، حتى في أصعب الأوقات. حتى لو النتائج اتأخرت بتبقى الرؤية عندك واضحة، بتبقى شايف الطريق وفاهم إن كل خطوة بتعملها حتى لو صغيرة هي طوبة في البناء بتاعك. الفهم ده لوحده هو اللي بيديلك القوة إنك تكمل. وبكده نقدر نقول إن مرحلة الكلام والمعرفة والنظريات بتنتهي هنا. كل اللي فات ده مهم، لكنه لا يساوي شيئاً بدون الخطوة الجاية. الرحلة الحقيقية، رحلة كل واحد فينا، لسه بتبدأ في اللحظة دي. كل اللي فات كان مجرد الإحماء والتجهيز والاستعداد على خط البداية. السباق الحقيقي هيبدأ دلوقتي. طيب إيه هو اللي جاي؟ إيه شكل الطريق ده؟ هو عبارة عن دورة مستمرة من 3 خطوات بسيطة بنسميها دورة النمو. أولاً التطبيق، لازم نحول كل المعرفة دي لأفعال حقيقية على أرض الواقع حتى لو كانت خطوات صغيرة. ثانياً التجربة، لازم نكون مستعدين نجرب أفكار جديدة من غير خوف من الفشل، مش كل حاجة هتنجح من أول مرة. وثالثاً وده الأهم، التعلم، لازم نشوف كل فشل أو كل خطأ على إنه درس مجاني، فرصة نتعلم منها ونحسن في المرة الجاية. الدورة دي تطبيق تجربة تعلم هي اللي بتضمن النمو المستمر. عشان كده الشرح ده مش هو النهاية. لو بتتعاملوا معاه على إنه النهاية يبقى ضيعتوا وقتكم. لا، ده هو خط البداية الفعلي. دي هي اللحظة اللي بينتهي فيها دور الاستماع والكلام والحماس المؤقت، ويبدأ فيها دور العمل الجاد، التنفيذ والمثابرة اليومية، عشان نحول كل الأفكار الجميلة دي لواقع حقيقي وملموس نقدر نعيشه. حريتنا مش هتتبني بالكلام، هتتبني بالأفعال. وقبل ما نختم، عايزكم تاخدوا معاكم الجملة دي وتحفروها في عقلكم، خلوها البوصلة بتاعتكم في كل قرار هتاخدوه. تذكر دايما، أنت لا تبحث عن دخل، أنت تبني حريتك. الهدف الأسمى من كل المجهود ده مش مجرد كام ألف زيادة في الشهر، الهدف هو بناء حرية الاختيار، حرية الوقت، حرية تحقيق ذاتك الحقيقية. لما بيكون الهدف هو الحرية بتختلف طريقة تفكيرك وتنفيذك تماما. كده خلصنا فيديو النهاردة.
لو عجبكم اعملوا لايك، ولو مش مشتركين في القناة اعملوا سبسكرايب علشان يوصل لكم فيديوهاتنا اللي جاية. ولو في أي استفسار عندكم اكتبوه في التعليقات وهجاوبكم عليه. بتمنى لكم الاستفادة دايما، وأشوفكم على خير في الفيديوهات القادمة.